فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل الشنطة الجميلة دي. الوانها مبهجة وتنفع للصيف وتنفع للخروجات. ممكن نعمل لها ايد عادية او ايد بخرز الخشب زي الشنطة اللي قدامنا. دوسوا لايك للفيديو واعملوا اشتراك للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. الادوات اللي هنستخدمها النهاردة، اول حاجة هنستخدم خيوط مكرمية مصري الالوان اللي احنا نحبها. هستخدم ابرة الومنيوم مقاس 6 مللي. هنستخدم خرز خشب عشان نعمل بيه ايد الشنطة. هستخدم حلقات من الخشب، ابرة تنظيف، ولاعة عشان نقص بيها الخيوط. بعد ما خلصنا تشبيك الشنطة بالشكل ده، شبكنا الاربع مستطيلات مع بعض، هنبدأ نعمل يد الشنطة عشان نركبها. دلوقتي هنبدأ نعمل ايد الشنطة مع بعض. هي الايد سهلة جدا جدا. هنبتدي نعمل يد باللون الفوشيا. هجيب خيط مكرمية نفس اللون تقريبا، لون الفوشيا. هجيب الابرة معانا، هدخل الخيط في الابرة. تمام. اول حاجة بجيب الحلقة بدخلها جوه الخيط بالشكل ده. نراعي واحنا بنعمل يد الشنطة ان احنا نعمل 2 يد نفس المقاس، يعني عدد الخرز يكون متساوي في اليدين، ما يبقاش فيه ايد طويلة وايد قصيرة او ايد اصغر من التانية. انا اليد دي هعمل فيها حوالي 19 خرزة حسب حجم الخرز المتوفر عندكم. دلوقتي لضمت الخرز في الخيط بالشكل ده. دخلت الحلقة الخشبية الاول، بعد كده الخرزات. تمام. بعد كده هجيب حلقة خشبية تانية واحطها في الطرف التاني من الخرز بالشكل ده. بعد كده هرجع تاني بالابرة والخيط تاني في نفس الخرز بعد ما عديته من الحلقة بالشكل ده. تمام. هرجع تاني في الخرز بالخيط عشان اليد تبقى قوية. عديت في الخرز بالشكل ده مرة تانية. هرجع تاني اعدي في الخرز مرة تالتة عشان الايد تكون قوية وماسكة نفسها. الحلقة اللي هي في الطرف التاني هعدي فيها مرة كمان بالشكل ده عشان اوصل للجهة التانية من الخرز بالشكل ده. ونخلي بالنا ان اليد ما تكونش مشدودة قوي عشان تتني وتتفرد براحتها. ما نشدش الخيط جامد، يعني نخليه مرخي سنة بسيطة. هعدي بالخيط تاني لحد ما اوصل عند الحلقة من الناحية الاولى بالشكل ده. كده عملنا اليد من الخرز الخشب. هبدأ ان انا اقفل اليد بقى عشان اربط الخيط. هدخل الخيط من الحلقة بالشكل ده، وهدخل الخيط جوه الخرز الخشب. عديت في كذا خرزة بالخيط. هجيب الولاعة وابدأ ان انا اقص الخيط بالشكل ده. وندريه في وسط الخرز. الطرف التاني هدخل الخيط في الابرة بالشكل ده. عندي بالخيط فوق الحلقة الخشبية بالشكل ده، وهبدأ ادخل تاني في الخرز عشان ان انا اداري الخيط في وسط الخرز. بعد ما عديت بالخيط بتاع الطرف التاني في كذا خرزة بالشكل ده، هجيب الولاعة وابدأ احرق طرف الخيط وهداريه في وسط الخيوط بالشكل ده. وبكده عملنا يد للشنطة بطريقة سهلة جدا. ونراعي ان احنا لما نعمل ايدين للشنطة يكونوا الاتنين
عدد الخرز متساوي عشان يكون طول اليدين متناسقين مع بعض، متبقاش يد طويلة ويد قصيرة بالشكل زي ما احنا شايفين. انا هنا ركبت اليد الاولى من الشنطة بنفس لون الجزء اللي بنركب فيه اليد، بنخيط بيه بالشكل ده. دلوقتي هبدأ اركب اليد التانية من الشنطة. هنا خيطتها باللون الاورنج. هجيب الابرة واجيب بالخيط الفوشيا وابدأ ان انا اركب الحلقة التانية من اليد. انا هنا عاملة 12 غرزة بالشكل ده، يبقى هنا لازم يكون 12 غرزة. تمام. هبدأ ان انا اخيط الحلقة على الشنطة، هعمل 12 غرزة بالشكل ده. كده 12 غرزة حوالين اليد بالشكل ده، وهبدأ ان انا اداري الخيوط الزيادة من ورا وبقصها بالولاعة. ودي كانت طريقة تركيب يد الشنطة، سهلة جدا بالشكل ده. اتمنى تكون عجبتكم والشنطة سهلة وان شاء الله تنفذوها بكل سهولة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واعملوا اشتراك للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.